محمد سعيد يفتح النار على هاني أبو ريدة بسبب التحكيم في كأس مصر. الإعلامي محمد سعيد شن هجوما حادا على رئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة بسبب استخدام حكام أجانب لمباراة الزمالك وسيراميكا في كأس مصر، في الوقت الذي يتحدث فيه عن دعم التحكيم المصري وضرورة ظهوره في المحافل الدولية. وتكلفة الحكام الأجانب تثير الجدل، واتحاد الكرة أعلن تكلفة استخدام الحكام الأجانب تخطت 70,000 دولار. وهنا محمد سعيد كشف بالأرقام أن الحكم الرئيسي يتقاضى 4000 دولار، ولو تم حساب 5 حكام بنفس الأجر فالإجمالي 20,000 دولار، بالإضافة إلى 24,000 دولار شاملة تكاليف السفر والإقامة، ليصبح المجموع 48,000 دولار. وهنا بقى السؤال: أين ذهبت ال 22,000 دولار المتبقية؟ محمد سعيد تساءل: الفائض ده راح فين؟ محدش عارف ولا حد بيسأل. هل هناك شفافية في إدارة هذه الأموال داخل الاتحاد، أم أن هناك جوانب غير واضحة، ازدواجية في القرارات؟ اتحاد الكرة يرفض دعم الأندية لاستخدام حكام أجانب، لكنه يستعين بهم في بطولته الخاصة. طارق أبو العنين عضو مجلس الاتحاد ومشرف الكرة بسيراميكا وافق على الحكام الأجانب رغم وجود توجه لدعم التحكيم المصري. محمد سعيد يوجه رسالة نارية لهاني أبو ريدة وبيقول له بتنتقد الأندية في الدوري وبتتكلم عن التحكيم المصري، لكن أنت أول واحد تستعين بحكام أجانب. كل كلامك وعكسه يا باشمهندس.